بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بتلاميذ الصف الثاني الإعدادي يا سنة تانية. النهاردة هنحل امتحان محافظة الغربية، رقم الامتحان 7 من كتاب الامتحان صفحة 37. أول سؤال عندي خريطة الوطن العربي. طيب بيقول لي في خريطة الوطن العربي رقم 1 دي جبال إيه؟ دي جبال أطلس، موجودة في تونس والجزائر والمغرب. رقم 3 بيقول لي ده المحيط ايه؟ ده هو المحيط الأطلنطي، كل ده الأطلنطي. رقم 4 بيقول لي دولة، بص اللي فيها نهر النيل ده اهي، اللي فوق ده هي دولة مصر. مصر جنبها دولة ليبيا، مصر ليبيا الجزائر، مصر ليبيا الجزائر، يبقى ده هي دولة ليبيا. طب مش ده هي مصر؟ نهر النيل فين؟ في مصر والسودان، يبقى ده هي مصر تحتها السودان، ده هي مصر جنبها ليبيا، من جنوب السودان ومن الغرب ليبيا. طيب بيقول لي هضبة، ده هي هضبة نجد. بما تفسر الأهمية الدينية لموقع الوطن العربي. السؤال ده هو مهم. اكتسب الوطن العربي قيمة روحية عظيمة في سكان العالم للأسباب الآتية: 1 مهد للديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنه انتشرت للعالم كله. 2 توجد به أماكن مقدسة يقصدها الناس لزيارتها، مثل الكعبة المشرفة بالسعودية، المسجد الأقصى وقبة الصخر بفلسطين، كنيسة المهد بفلسطين. يبقى نكتب 1 و2، دي الإجابة. بما تفسر تكون جبال الشام في الوطن العربي. جبال الشام نشأت نتيجة حدوث انكسار في طبقات القشرة الأرضية، نتيجة حدوث انكسار في طبقات القشرة الأرضية. طب طالب تاني كتب قال بسبب الحركات الانكسارية، بس صح. بما تفسر اختلاف أنماط سكان الوطن العربي. أنماط سكان الوطن العربي اللي هو فيه بدو، فيه ريف، فيه حضر. ليه اختلف أنماطهم؟ طبقا لتنوع البيئات وطريقة معيشتهم ونشاطهم الاقتصادي، طبقا لتنوع البيئات وطريقة معيشتهم ونشاطهم الاقتصادي. هنكتب السطر ده. سوى ما تحته خط. 1 دائرة العرض الرئيسية التي تخترق جبال البحر الأحمر هي مدار الجدي؟ لا، مدار السرطان. ادي مدار السرطان يا سنة تانية، ادي مدار السرطان بيعدي من جبال البحر الاحمر، بيخترقها، بيعدي في النص. ثانيا انت عارف ان الوطن العربي ما فيهوش مدار ايه؟ الجدي، ده في مدار السرطان وخط الاستواء. 2 تكونت الدلتاوات في الوطن العربي بسبب الحركات الانكسارية؟ غلط، بسبب التعرية المائية. تقوم مصر بعمل تعداد سكاني كل 5 سنوات؟ غلط، كل 10 سنوات. أمال مين الدولة العربية اللي بتعمله كل 5 سنوات؟ اكتبها لي تحت في التعليقات. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. إقليم مناخي يسود سواحل دولة لبنان. سواحل دولة لبنان، لبنان فوق بتطل على البحر المتوسط، يبقى إقليم البحر المتوسط. ممر مائي في الوطن العربي يصل بين خليجين، خليجين يبقى مضيق ايه؟ هرمز. السؤال ده هو مهم. حركات باطنية كبرى أدت إلى تكون سلاسل جبلية مرتفعة، هتبقى الحركات الالتوائية. نسبة عدد السكان إلى المساحة التي يقومون عليها، ده تعريف الكثافة السكانية. من خلال الجدول التالي المفروض إن احنا نكمله. بيقول الإقليم نقط اللي موجود في الأطراف الشمالية من الوطن العربي، وأهم النبات التي تنمو به الزيتون، هيبقى إقليم البحر المتوسط. طيب الإقليم الصحراوي بيشغل معظم الوطن العربي، أهم النباتات هتبقى إيه؟ الصبار، هتبقى الصبار، مفيش اليه، مش عارفة دي كاتباها ليه، هتبقى الصبار. عند الإقليم إيه والموقع بتاعه إيه اللي موجود أهم أشجار الصمت؟ هنا هنكتب الإقليم المداري، هو اللي أهم أشجاره الصمت. طيب الإقليم المداري موجود فين؟ الموقع هنكتب هنا اهو جنوب الأطراف الجنوبية للوطن العربي، أو جنوب الوطن العربي. هنكتب هنا جنوب إيه؟ الوطن العربي. طيب كتب لنا جنوب الوطن العربي، هنا هنكتب جنوب الوطن العربي. بيقول ما النتائج التي ترتبت على 1 وجود الأماكن المقدسة في الوطن العربي.
لما بقى الوطن العربي في أماكن مقدسة حصل إيه؟ أدى إلى اكتسب الوطن العربي قيمة روحية عظيمة في نفوس سكان العالم. يبقى اكتسب الوطن العربي قيمة روحية عظيمة في نفوس سكان العالم، دي الإجابة. تأثر الجناح العربي الآسيوي بحدوث البراكين قديما، النتائج تكون هضاب لهضبة اليمن، دي الإجابة يا سنة تانية. أدت إلى ظهور الجبال والهضاب البركانية مثل هضبة اليمن، نكتب الإجابة، دي الإجابة الكاملة. ثانيا التاريخ ده علامة صح أو غلط مع التصويب، لو ما صوبتش في امتحان آخر السنة هتنقص نص درجة، العلامة عليها نص والتصويب عليه نص، كده درجة على كل سؤال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء ليتعبد، صح، غار حراء صح. الركن الأول في بناء الدولة الإسلامية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، غلط، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ده الركن الثاني، أشيل الركن الأول واكتب الركن الثاني. أول سفير في الإسلام هو علي بن أبي طالب، خطأ، أول سفير في الإسلام مين؟ مصعب ابن عمير. بما تفسر كان للفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب آثار عمرانية، هنكتب عمر بن الخطاب بنى إيه؟ أمر الخليفة عمر بن الخطاب قادة الفتح الإسلامي في البلاد التي فتحوها بإنشاء مدن جديدة لتكون مكانا يجمع المسلمين وجيوشهم، وأهم هذه المدن البصرة والكوفة بالعراق والفسطاط بمصر، دي الإجابة الكاملة. طيب طالب تاني كتب بنى أهم المدن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كتب على طول البصرة والكوفة بالعراق والفسطاط بمصر، هياخد الدرجة كاملة، أهم حاجة تكتب السطرين دول. للمسجد أهمية كبيرة في الإسلام، السؤال ده احفظه صم زي اسمك علشان 3 أسباب: ليكون دارا مقرا مدرسة، دارا مقرا مدرسة، دارا للعبادة، ليكون دارا للعبادة، مقرا للحكم، مدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. يبقى ليكون دارا مقرا مدرسة، دارا للعبادة، مقرا للحكم، مدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي. السؤال ده هو مهم. نجاح خطة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى يثرب، ليه خطة الرسول نجحت إلى يثرب؟ السؤال ده هو لا يخلو منه سؤال في الامتحان، دايما بيجي في جميع المحافظات، محافظة الغربية، الدقهلية، الشرقية، لأن السؤال ده هو مهم، السؤال ده هو مهم جدا. ليه خطة الرسول نجحت؟ وآدي نجاح خطة الرسول إلى يثرب، في الهجرة إلى يثرب، هتلاقيه في كتاب الشرح صفحة 138، صفحة 138. اكتب على السؤال ده، هو مهم جدا عشان وانت بتذاكر تحفظه صم زي اسمك، مهم جدا يا سنة تانية بسبب عدة عوامل، هي: 1. توفيق الله وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم. 2. التخطيط الجيد للأمر. 3. السرية التامة. 4. اختيار القادرين على تنفيذ التخطيط. اكتب ال4 أسباب دول. قيام الرسول بمجموعة من الغزوات والسرايا، ليه؟ لمقاومة كل من يسعى للقضاء على هذا الدين، حيث خاض الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من الغزوات والسرايا ضد المشركين، هنكتب الإجابة دي. دلل اختلاف موقف أبو بكر الصديق عن موقف عمر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتحمل الصحابة خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال عمر بن الخطاب: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه. لكن أبو بكر الصديق ثبت وصبر وخطب في الناس قائلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنكتب الإجابة الكاملة دي. اختر
قامت في شمال شبه الجزيرة العربية مملكة الغساسنة في الشمال. أرسل أبو بكر الصديق جيش بقيادة أسامة بن زيد لحماية الدولة الإسلامية من جهة الشمال، كانت لبلاد الشام، وبلاد الشام في الشمال. تعرضت الدولة الإسلامية أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان لخطر عظيم هو المنافقين. ده الاختيار الصحيح. ما المقصود بكل من خلافة والخوارج؟ الخلافة شكل من أشكال الحكم أقره المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقوم على اختيار من يتولى أمور المسلمين في الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الخوارج فئة من جيش علي بن أبي طالب خرجوا عليه ورفضوا التحكيم وحاربوه ثم قتلوه. ما النتائج التي ترتبت على رفض أهل الطائف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في أسلوب جديد لنشر دعوته بين الناس، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل والوفود التي تأتي للحج. بالإجابة هنكتب السطر ده كله والسطر ده كله لحد تأتي للحج، دي الإجابة. ما النتائج التي ترتبت على رفض الرسول صلى الله عليه وسلم إغراءات قريش؟ النتائج لما رفض إغراءات قريش ولكنه رفض، دي النتائج، نكتب من أول هنا. فحاصرت قريش وقاطعت المسلمين وكل من وقف بجوارهم من قومه من بني هاشم وبني عبد المطلب، واستمر الحصار والمقاطعة 3 سنوات. هنكتب كل ده. ما العلاقة بين صلح الحديبية وفتح مكة؟ نقضت قريش عهدها اللي هو صلح الحديبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحالفت مع قبيلة بكر ضد قبيلة خزاعة اللي هم حلفاء المسلمين، وقاتلوهم وهم آمنون مطمئنون. لذلك خرج الرسول بجيش بلغ عدد 10,000 مقاتل لفتح مكة. وربنا معاكم يا سنة تانية. كده خلصت الامتحان.